ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بلح الشام الجميل الفخم. شوفوا حضراتكم، ما شاء الله. زيناه بالفستق، فستق الكذاب. لو إن الكذب في رمضان حرام يعني، لكن ما شاء الله، عايز أقول ريحته قلب البيت كله يعني. ما شاء الله. شوفوا القطعة، شايفين تسوية ولون، كله ما شاء الله. يا دوبك أنا عملته اهوت، وقرآن المغرب اشتغل اهوت. لسه طالع واخد عسل ومتزين اهوت يا دوبك. تعالوا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي بأبسط الطرق. المهم سمعني صلاتك على النبي. صلى على النبي دايما كده واذكر ربنا. الأيام دي أيام جميلة، وأيام ما شاء الله شهر بيجي في السنة. يا بخت اللي يعدي منه وربنا كرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويجعلكم منهم يا رب بحق جاه النبي. أنا وكل من قال أمين يا رب. اللي حابب يعرف الوصفة يخش على قناتي دوقني يا مايسترو، هيلاقي الوصفة موجودة. شرفني بتعليق يليق بيك ولايك جميل كده. وكل سنة وانتم طيبين، والمهم تصلي على النبي. مقادير بلح الشام: عندي هنا كوبايتين مية، نفس الكوباية عايرت بيها كوبايتين دقيق، عدد 3 بيض، وعندي تلت كوباية زيت. الكوباية دي صغيرة يعني حوالي 60 جرام. كل كوباية بتاخد بيضة ونص. نزلت كده أنا بذرة ملح ومعلقة سكر صغيرة، وهنزل بالزيت واستنى. أول ما يغلى هنزل بالدقيق. بمجرد ما المية بتاعتي بتغلى بنزل على طول معايا بالدقيق، وده خطوة مهمة جدا. ولازم العجينة أطبخها كويس، يعني ما استعجلش عليها. أوطي النار عليها وأخليها براحتها 5 دقايق 7 دقايق على النار، عشان تبقى العجينة ناعمة معايا. ده مهم جدا في بلح الشام. كده المية بدأت تغلي، هنزل بالدقيق بتاعي. وأقلب كويس. أنا ما حطيتش أي حاجة مع البلح. العجينة هي لسه بواقي الدقيق فيها، لازم ما استعجلش عليها وابقى معاها براحتها خالص خالص. انا بقالي 4 دقايق. شوفوا، في حد ممكن يقول ان القاع بتاع الصينية او الحلة او الطاسة من تحت طالما معايا بقى خد اللون ده يبقى كده خلاص. انا موطي النار زي ما حضراتكم شايفين خالص كده، اقل من الوسط يعني. وبطبخ علشان مفيش اي تكتلات تبقى موجودة معايا. وده مهم ان انا اهتم بان انا تكون العجينة معايا مطبوخة كويس وتنعم بعد كده كويس. كده 5 دقايق خلاص، كده العجينة معايا مفيش فيها اي تكتلات. احطها في اي طبق واسيبها تبرد شويه قبل ما اشتغل عليها بالبيض. كده العجينه بتاعتي اهي. طبعا لسه زي حضراتكم شايفين لسه سخنه، الدخان بيطلع اهوت. لازم انعمها يا في عجان يا اما على الرخامه بايديا لغايه ما تنعم معايا. اشتغل فيها كده 3 4 5 دقايق تنعم معايا. لو نامت معايا نضمن ان احنا كده خدمناها على النار، نعمناها كويس. بعد كده البيض ننزل بيه بيضة بيضة، يبقى أنا باخد عجينة بلح شام ناجحة 100%. هفرد هنا كده على المفرش بتاعي كده العجينة. افردها كده بالمعلقة كده
على المفرش والم شويه كده ايه، الم. انا عندي العجان بس انا عايز اشتغلها يدوي قدامكم كده زي ما انتم شايفين، علشان ايه اللي ما عندوش عجان يعرف انا عايز هتبقى ايه ناعمه كده. ونلم ونقلب، نجيب كل ناحيه. اهم حاجه تكون بس متاكد من نظافه المفرش بتاعك او الرخامه طبعا. شوف العجينه يعني ما شاء الله عامله ازاي، لسه برضو شويه. انا عايز امسك العجينه كده بمجرد ما اعملها اشوف تطلع معايا ازاي في ايديا. اديها كمان دقيقه ولا دقيقتين، كل ما تنعم. دي عجينه ما تخافوش يعني هي المطلوب يكون لها عرق. مش عايزه طبعا تكون سخنه، عشان سخنه البيض هينزل عليها هيتسلق. لا انا هي كده دافيه. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله بقت عامله ازاي، ناعمه وجميله ازاي. كده نجيب طبق وننزل بالبيض بتاعنا. الطبق بتاعي اهو، انزل فيه بالعجينه وابدا انزل بالبيض واحده واحده. انا مش مستعجل، عايز تتشرب معايا البيض بيضه بيضه، وبعد كده انزل بالبيض اللي بعدها. طبعا البيض عليه فانيليا. كده البيضه الاولى اختفت، ننزل بالبيضه التانيه ونقلب، وانزل بالبيضه الاخيره واقلب لغايه ما الكل يتجانس مع بعضه. كده احنا وصلنا للشكل النهائي بتاعها اهو. شايفين العجينه ما شاء الله تحفه. جبت كيس وفتحته فتحه من تحت، ودهنته دهنه زيت خفيفه كده. وابدا اعبي. هاخد العجينه على مرتين. عندي هنا دلوقتي هنا اهيت وطاسه على البارد خالص ما بولعش، وابدا اكسر كده على قد صوابعي اهو كده، وانزل بالشكل ده بالايدي دهن الزيت اهو. عجينه حلوه معايا خالص وزي الفل. هنكمل الكميه ونشوف. كده هنبدا نولع عليه بقى على البارد اهو لغايه ما يبدا يطلع. هنشوف شكله وهو طالع. اشتغلنا الزيت على البارد زي ما انتم شايفين، بتبدا تطلع فقاعات بدايه التسخين، والغليان هتبدا بعد كده. انا معاه خالص، ما بقلبش الطاسه ولا باجي جنبها خالص، بسيبها لما تاخد راحتها. بدا يغلي اهو الزيت. جيت شميته. انا كل اللي ممكن اعمله اعمل كده مثلا، اهز الطاسه هزه بسيطه يعني. طب هل ينفع ان انا اقلي نص قليه واخزنه في الفريزر؟ ينفع اعمل ده مع الزلابيه، وينفع اعمله مع ده بلح الشام عادي جدا. نص قليه واحفظه في الفريزر حتى لو داخل في بعضه او اتشفط ما بقاش منفوخ يعني. بلح الشام او الزلابيه بمجرد ما بحطه في النار بيرجع ياخد شكله الطبيعي تاني. تمام. طب انا ينفع دلوقتي بلح الشام ده على مرتين؟ ممكن اقليه على مرتين طبعا، في ناس كتير بتعمل كده يعني. بس هي الفكره كميه بسيطه مش مستاهله يعني. شايفين ما شاء الله بدأ ينفخ معايا ازاي، والنقشه بتاعته او الرسمه بتاعته محتفظه بيه عشان العجينه مظبوطه 100%. استخدمنا كوبايتين ميه على كوبايتين دقيق، ما حطيتش لا نشا ولا كاستر ولا حاجه. برضه عشان الكميه قليله، اللي حابب يحط معلقه كاستر او معلقه نشا مفيش مشكله، تمام يعني.
لو في ناس بتحب تحط لبن بودرة ما فيش مشكلة، بيديله غناوة برضو أكتر، لكن أنا عملته اقتصادي جدا علشان الناس اللي برضو الخامات غالية، ويبقى كل واحد عنده عيلة كبيرة وعاوز يفرحهم وعاوز يعمل كمية. تمام. تمام. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الجمال؟ لسه ما قلبتوش ولا جيت لميته في أي حاجة خالص، يا دوبك بإيديا كده بإيه، أحرك يعني. طيب أنا هطلع الكمية دي وانزل بالباقي علشان بس ايه الزيت ما يسخنش قوي زياده عن اللزوم. انا عامله على العين الصغيره علشان ما يبقاش يفرقع معايا. شوفوا ما شاء الله كوبايه البلح عامله ازاي. شوفوا هذا غرق. شوفوا ما شاء الله تملى العين. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين حبايه البلح عامله ازاي؟ تحفه ما شاء الله يعني. كده انا هبدا انزل بالكميه اللي انا خدتها الاولانيه عشان نبقوا مع بعض بقى كلهم. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. شوفوا الجمال ما شاء الله. شوفوا البلحية عاملة ازاي. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بلح الشام الجميل الفخم. شوفوا حضراتكم ما شاء الله. زيناه بالفستق، فستق الكذاب، لو ان الكذب في رمضان حرام يعني، لكن ما شاء الله عايز اقول ريحته قلب البيت كله يعني. ما شاء الله. شوفوا القطعة، شايفين تسوية ولون، كله ما شاء الله. يا دوبك انا عملته اهوت وقرآن المغرب اشتغل اهوت، لسه طالع واخد عسل ومتزين اهوت يا دوبك. تعالوا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي بأبسط الطرق. المهم سمعني صلاتك على النبي. صلى على النبي دايما كده واذكر ربنا. الأيام دي أيام جميلة وأيام ما شاء الله، شهر بيجي في السنة، يا بخت اللي يعدي منه وربنا كرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويجعلكم منهم يا رب بحق جاه النبي، أنا وكل من قال أمين يا رب. اللي حابب يعرف الوصفة يخش على قناتي دوقني ومايسترو، هيلاقي الوصفة موجودة. شرفني بتعليق يليق بيك ولايك جميل كده،
كل سنة وانتم طيبين، والمهم تصلوا على النبي.